في مثل مصري مشهور بيقول: يعيش البجح على قفا المكسوف. الحقيقة إن في نسبة كبيرة من الناس ما تعرفش يعني إيه كسوف، وفي نسبة تانية برضه مش قليلة للأسف بتتكسف أكتر من اللزوم. أوقات كتير جدًا من حجم درجة الغلاوة، غلاوة الناس عندك، أوقات كتير جدًا من كتر العشم الزيادة اللي ما بيننا وبين بعض، في ناس كتير جدًا بتستبيحك، تبتدي تاخد منك وأنت بمنتهى الخجل تبتدي تدّيهم، وكل ما تدّيهم أكتر كل ما يعشموا فيك أكتر، وكل ما يستبيحوك أكتر، وتلاقي نفسك بتدّي، تدّي، تدّي، والشخص الآخر خلاص بقى عنده اعتمادية بشكل كبير جدًا، اعتمد عليك وعلى إنك عمرك ما هتقدر ترفض له طلب. والحقيقة برضه إن الشخص اللي بياخد منك طول الوقت من غير ما يفكر أنت بتبذل إيه وأنت بتدّي له ده أو بتخسر إيه عشان تحقق له مصلحة يعني، الشخص ده دايمًا هو البِجِح في روايتنا، البِجِح اللي دايمًا بياخد منك من غير ما يفكر يدّيك أو يبقى في مقابل للأخذ اللي طول الوقت مستبيحه لنفسه. طيب هتقول لي ده شخص غالي عليّا، حد باحبه، حد قريب منّي، حد من قرايبي الدرجة الأولى يعني وأنا خجلان إن أنا أكسفه. هاقول لك برضه في مقولة فقهية مشهورة جدًا: "أُخِذ بسيف الحياء في النار أولى به". الحقيقة إن أنت لمّا بتشجّع الشخص أيًا كان درجة قرابته منّك ودرجة قُربه ليك، إنه ياخد منّك من غير ما يدّيك، ياخد منّك ويستبيحك، طول الوقت ممكن يحرجك أو يحمّلك أكتر مما ينبغي علشان خاطر ياخد مصلحته منّك، أنت بتأذيه حتى لو أنت مش فاهم. أنت متخيّل إن أنت بتساعده وبتُقف جنبه، لكن الحقيقة إن حقيقي ما أُخِذ بسيف الحياء فالنار أولى به. الناس اللي بتحمّلك فوق طاقتك مهما كانت درجة غلاوتهم في وقت من الأوقات هتبغضهم وتبعد عنهم ومش هتقدر تكمّل حياتك معاهم بالشكل اللي يرضيهم، علشان كده هتضطر تبعد أو هم هينبذوك ويكرهوك. مهما كان درجة الغلاوة والمحبة ما ينفعش نستبيح بعض وناخد من غير ما ندّي، ونتخيل إن الشخص ده مش هينفذ أو مش هيخلص في وقت من الأوقات أو تخلص طاقته ومش هيقدر يدّينا اللي هو كان عايزه. ما تخلّيش حد يستغلك مهما كانت درجة قرابته، ما تساعدهوش إن اللي بياخده منّك يكون سبب في دخوله للنار. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي اللي تغيّر اللي بعدها. سلام عليكم.